محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم كل رجس، وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حبيب رسول الله. منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله قبل الهجرة إلى المدينة لموضوع في غاية من الأهمية، لأنه يرجع بنا إلى إعادة مراجعة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المراحل الدعوية المكية ذوات الطابع السلمي والمبنية على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ويمكن تقسيم تلك المراحل الدعوية في مكة إلى 3 مراحل: الدعوة السرية التي دامت 3 سنوات بدءا بنزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل بيته ثم الأقربين فالأقربين دون أن تعلم بها قريش. وقد وصل عدد المستجيبين لها إلى 40، منهم خديجة بنت خويلد وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وغيرهم. وعرفت تلك المرحلة من الدعوة بالمرحلة الأرقمية نسبة إلى دار الأرقم، إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أمور الدين فيها، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في شعاب بمكة المكرمة. ولما علمت قريش بأمرهم تصدت لهم، فتوجه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم الواقعة على جبل الصفا. واستمرت الدعوة بشكل سري مدة 3 سنوات، ثم جاء الأمر من الله بالجهر بها. وقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأن الأرقم في ذاك الزمن لم يتجاوز عمره حين ذاك 17، فلا يمكن أن يخطر على بال أحد من قريش أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك البيت، وإنما الأصل أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا من بيوت الصحابة الذين لا تجرأ قريش عليهم، كما أن دار الأرقم كانت بعيدة عن مراكز تجمعات قريش، بالإضافة إلى وقوعها على جبل الصفا، مما يسهل عملية مراقبة الطرق المؤدية إليها. ثم إن الأرقم كان من قبيلة بني مخزوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، وكانت بين القبيلتين الكثير من النزاعات، فلا يمكن أن يخطر على بال أحد أن يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أحد من تلك القبيلة. وقد أكدت الروايات جميعها أن ذلك البيت لم يتعرض لأي خطر طيلة لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فيه. وكان المنهج في ذاك الوقت
التكتم والسرية أو الاحتواء، ويقصد به التحلي بالحكمة وتقدير المواقف بما تستحق، ويظهر ذلك من خلال التعامل مع الأحداث والمراحل والأشخاص، خاصة أن الدعوة الإسلامية قامت بين قوم يقدسون عبادة الأصنام، وكان زعماء العرب كلهم يدينون للأوثان، فلم يكن من السهل إقناعهم بتغيير عقيدتهم، والتي تعني تنازلهم وتخليهم عن زعامة ورئاسة قومهم، فكانت سياسة الاحتواء خير سبيل للتعامل معهم لتهيئة الطريق أمام إعلان الدعوة والجهر بها. التنوع والاختلاف وعالمية الدعوة. وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى أطياف المجتمع جميعها، من فقير وغني وصغير وكبير وغيرهم، ولم يترك قبيلة من القبائل إلا وصل إليها ودعاها، وانتشر الإسلام بشكل متساو بين القبائل كلها، ولم تبق هناك قبيلة إلا ودخل فيها الإسلام، مما هيأ بيئة خصبة لانتشار الإسلام وعدم اقتصاره على فئة أو قبيلة معينة. فقه حفظ الحفاظ على النفس على الوجه العموم. ومن الدروس المستخلصة والتوجيهات المعللة لأسباب هذا الاختيار النبوي أن تكون الدعوة سرية في هذه الفترة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الدعاة من بعده، وهو الرسول المعلم، الأخذ بالحيطة والحذر، وأن لا يغيبوا في سكرة قربهم من الله تبارك وتعالى عن التفكير السليم والانضباط بمقتضيات العقل والحكمة. ولذلك أدرج العلماء تصرفاته صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة في إطار السياسة الشرعية، ولم يعدوها من الأعمال التبليغية، فإدراك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دفعه لأن تكون الدعوة في بدايتها سرية مع الابتعاد عن القتال. ويستفاد من التصرف النبوي الحكيم دروس أخرى عديدة، منها التربية على الصبر والمحافظة على الهدف الأساسي للدعوة، وعدم الانشغال بالثأر الذي يؤدي إلى انتشار الحقد والكراهية بين الناس إلى غير ذلك من الأسباب. فترتب على ذلك أن كان الحفاظ على النفس ضرورة من ضرورات الإسلام الخمس. الجهر بالدعوة بدءا بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وتبدأ تلك هذه المرحلة الجديدة من مراحل الدعوة من مراحل الدعوة في مكة، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة في مكة، مرحلة الدعوة الجهرية. وكان أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا صلى الله عليه وسلم بني هاشم فحضروا، ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، حتى تكاملوا 45 رجلا فبادره أبو لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبات، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا حق من أخذك فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب. فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه
بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله والذي لا إله إلا هو إني رسول إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن كما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أشراف قريش، ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. وبعدما تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، قام يوما على صفا فصرخ: يا صباحاه، فاجتمع إليه بطون قريش، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته واليوم الآخر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأت رسول الله عليه وسلم الدعوة جهرا. المرحلة الثالثة المواجهة والمساومات. حاولت قريش بكل ما أوتوا من قوة بأن لا يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وطلبوا من أبي طالب كفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاميه أن يتوسط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التوقف عن دعوته صلى الله عليه وسلم، وأن يعطوه المال والملك مقابل الكف عن مهاجمة آلهتهم التي يدعونها من دون الله، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة. فأنزل الله سورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلما لم تنجح تلك المحاولات التي باءت بالفشل الذريع، أجمعت قريش أمرها واجتمعت بزعامة أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تشاور هذه اللجنة خرجت بقرار، وهو أن لا يألوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب المسلمين والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام.
وقد يقول القائل إن هناك تغيرا في منهجية الدعوة بعد الهجرة إلى المدينة، حيث شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى المدينة في تكوين مجتمع مسلم، وفي تأسيس وكان يؤسس أمة وصفها الحق جل وعلا من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الشيخ رضي الله عنه: كأني بالماحي يؤسس دولة لدى الجمرة الأخرى وشوقي مهيج. بالإضافة إلى أنه بالنظر إلى تغير أحوال المسلمين في المدينة، وبعد أن قويت شوكتهم بعد ضعف بفضل انضمام الأنصار إليهم، رأى كفار قريش تعاظم قوة المسلمين الذين كانوا أثناء إقامتهم بمكة ضحية ظلمهم وإزاياتهم، وكادت السور المكية تخلو من الأمر بالجهاد، بل جل سياقات الآيات المكية تحث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التحلي بالصبر والصفح الجميل، كقوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن ولا تكونن من الجاهلين. أما الصور المدنية فبالإضافة إلى صدور أوامر ربانية فإنها تدعو المسلمين إلى الجهاد ومجابهة المفسدين حتى يتحقق زوال الفتنة ويكون الدين كله لله، ويتسنى ضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، وهو أمر ضروري لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وبما أن الدولة تتحمل مسؤولية ضمان الأمن بما أن الدولة تتحمل مسؤولية ضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، فعليها مجابهة الفاسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا، لقوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وآيات القتال كقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الله يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم من بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ألا يعني ذلك أن منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة في المرحلة المكية تحولت أو تختلف قليلا أو كثيرا من السلمية إلى المواجهة والاقتتال قد تكون لظروف أمنية اقتضته في ذلك الزمن. نقول بأن هذا الدين الحنيف لم يزل منذ ظهوره يدعو إلى السلم، كما جاء في القرآن: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لم يتبدل المنهج النبوي أبدا في الدعوة إلى الله بعد الهجرة إلى المدينة أو مع نزول آيات القتال، مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالإسلام لم يتغير قط من السلمية إلى المواجهة، كما يظهر ذلك جليا في توالي نزول تلك الآيات التي تأمر برد الاعتداء. فكان اندلاع المواجهات لظروف قاهرة لم تكن للمسلمين بد من مواجهتها حتى تختفي الفتنة، لقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقول الشيخ رضي الله عنه فلا سيف إلا نحو سيف اعتدى علينا فلا نرضى بضيم ولا بز. وبرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه في مكة مجتمعا شرسا قاسطا ظلوما مشركا لا يكاد يقترف جريمة إلا وأتى بأكبر من أختها، ولكن الله تعالى يأمره بالاستعانة بالصبر. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن فمنهجية الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة قبل الهجرة إلى المدينة كانت مبنية على عدة أسس ومبادئ، ومن أبرزها سرية الدعوة حفاظا على نفوس المسلمين وهم في مرحلة البدء وطور التكوين. ثانيا الجهر بالدعوة بعد صدور الأمر الإلهي بذلك في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين. وكانت الدعوة في هذه الفترة باللسان فقط، وهي التي امتدت من السنة الرابعة بعد البعثة إلى الهجرة. المواجهة بالسلاح والتصدي للمعتدين والباغين بالقتال. وكل مرحلة من هذه المراحل تحمل في طواياها كما هائلا لا يتناهى من الدروس المحمدية التي لو تلقفها الناس وثقفوها وعملوا بها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعاشوا حياة طيبة كلها نعيم وسعادة وهناء، لأنها صادرة من مشكاة أطهر الخلق وأكملهم وأشرفهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. فلتجمع الأيام قوم محمد على نهجه كي نستريح من الغمز. وفي الختام أذكر أن الأسس القوية التي بني عليها ديننا الحنيف هي السلم والتحلي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وما زالت هي الأسس التي تقوم عليها دعائم الإسلام. أفمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن نسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.